الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة وحجز 32 مليار. المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة مع حجز 32.5 مليار سنتيم. تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة ببلدية سحولة مطلع هذا الأسبوع من معالجة قضية نوعية تتمثل في تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة تضم موظفين في إدارات عمومية مع حجز 32.5 مليار سنتيم. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال بيان لها مساء الاثنين بأن العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة في مكافحة كل أشكال الإجرام، لا سيما المسة بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن العصابة المعنية تتكون من 16 شخص. وتابعت المديرية بأن العصابة قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ باستعمال سجلات تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض الموظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة. وكشفت ذات المصالح أن التحقيقات المعمقة في القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً خلصت إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن إلى تبييض الأموال عن طريق استثمار العائدات المالية غير المشروعة في اقتناء عقارات داخل وخارج الوطن. وأسفرت هذه العملية عن ضبط واسترجاع 32 مليار و500 مليون سنتيم، 22 مركبة من مختلف العلامات، 21,300 أورو، 22,450 علبة تبغ من مختلف الأنواع، 17,000 وحدة من الشمع، و240,000 وحدة من ورق التبغ. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح وجنايات الغش والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.